اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. هنا بقى فيديو المطبخ، هنشوف ازاي رصيناه. هنا كان المطبخ كان خشب بس يعني يشبه الألمونتال كده. الدهان بتاعه كان حلو، اللون البيج ده جميل جدا، يعني بين الابيض وبين البيج يعني ايه. شكله حلو خالص بصراحة، يعني معظم العرايس اللي من دول عاملاه، حتى سواء ألمونتال أو خشب. هنا كان المطبخ قبل الفرش. ومش تنسوا العروسة كده تدعوا لها ربنا يسعدها ويتمم لها على ألف خير ويسعدها بحاجتها وعقبال أولادكم جميعا. ولايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونزلوا بقى الفيديو ده لأصحابكم وحبايبكم على الواتس وعلى الخاص. ابعتوه لهم عشان يشوفوا له ناقصه حاجة يكملها. وادينا كلنا بنتعلم من بعض. هنا كانت التلاجة. هنا الحاجة قبل الفرش، لسه ما كنتش فرشت لسه المطبخ خالص. بفتح الحاجة الأول عشان أشوف ايه. يعني أطقم الحلل مع بعضها والرفايع، وكل حاجة تكون في مكانها الصح المظبوط. وهنا كانت الغسالة كانت في الأول، هي كانت هنا جايبة الغسالة كاملة. هنا بقى بسم الله ما شاء الله بعد الفرش حاجة بقى جميلة خالص. كل حاجة بتبان بعد ما الواحد بيفرش المطبخ وكده، أو غرف النوم أو الشقة. كل حاجة بيبان جمالها بصراحة. بسم الله ما شاء الله كان حلو خالص. يلا بقى بقينا نشوف الفيديو بتاعنا والمطبخ بتاع عروستنا الجميلة، يا رب يسعدها. رصيناه ازاي؟ في ناس بتبقى تقول لي الرخامة زحمة. بصوا، في ناس فرحتها اللي الحاجة دي تنحط على الرخامة، يعني العروسة جايبة الحاجة دي عشان تنحط على الرخامة. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني ممكن ارفع الحاجات دي في الضلف، بس هي جايباهم عشان كده. هي فرحتها اللي الحاجة دي تنحط في الرخام، زي مثلا على الرخامة، زي مثلا الدواليب او كده. في ناس بتحب تفتح الحاجة، وفي ناس مش بتحب تفتحها. ده عرايس كده وعرايس كده، انتوا فاهمين قصدي؟ كل واحد على حسب ما هو عايز انا بعمله. يعني بصراحة انا مش بتدخل، انا بقول رأيي وكل واحد بقى حر في حاجته. انتوا فاهمين قصدي طبعا. هنا كان الرف ده كده لان كان في عمود في المطبخ، فلو لاحظتوا هو مش كبير قوي. هنا حطيت فيه علب التخزين، وهنا كان كنك او صينية تيفال، وهنا كان مكنة البيتوفور واطباق كده بلاستيك. هنا بقى الضلفة دي كانت لوحدها كده وطويلة، حطيت فيها اللي هو طقم الحلل اللي هو الشاورما، رصيته فوق بعض كده. هنا كان الفرن الكهربائي، طقم التوابل. هنا تربو، هنا التربو بتاع الخزين ده طبعا فاضل لما العروسة تجيب الحاجة بتاعتها. هنا أطقم الحلل كلها، السيراميك والجرانيت. وهنا طقم كده حلل شاورما زي الاستانلس كده، بيكون 12 قطعة أو 10 قطع حلل يعني. يعني حطيت الحلل تحت كده عشان تكون في متناول ايد العروسة. ده هنا بقى الرفايع يعني بصوا، انا بعد ما رصيت الرفايع انا اتفاجأت بالحاجات دي بصراحة. يعني لو لاحظتوا حتى انا شلت المشابك، هي مش كانت هنا، بس في حاجات كده بتظهر كده بعد ما بنرص نبص نلاقي ام العروسة ده في كيسة كانت مثلا كنا عاينينها كذا، لا ده في كيسة لسه في البيت كده. فبعد ما بنفنش بصور بقى الحاجة، بتفاجأ بقى بالحاجات اللي زي دي. بصوا حاجات كمان لسه مش فتحناها، العروسة ام العروسة حطتها كده في الادراج. طبعا هم مش بيكونوا فاهمين قوي يعني في الحاجات دي، عشان كل واحد ده شغلنا احنا، واحنا اللي فاهمين الكلام ده لازم الحاجة تتفتح وكده. بس هي على قد معرفتها يعني. ده بقيت الرفايع. يعني ساعات وانا بفتح حاجة ال الرفايع اللي هي اللي بتاعت الادراج دي، ساعات الناس يقولوا لي طب انت بتفتحها ليه؟ مش فتحيها، هي انا هتستخدم كل ده. ده هنا كان الضلفة دي كده كانت للمنظفات المقشة والمساحة، واللي تحت والضلفة الفاضية اللي تحت دي كان سايبينها كده للخزين بتاع المطبخ، لان يوم الفرح ام العروسة بتجيب حاجة المطبخ الخزين وكده. وده هنا التلاجة، ده الاطباق دي حطيتها لها كده عشان برضو تحط فيها الفاكهة والحاجات اللي هتبقى تجيبها في العشاء. وده هنا الازاز بتاع المية. فوق هنا بقى الخلاط والهاند بلندر، هي كانت جايبة 2، والكبة والسخان الكهربائي. جايبة واحد كامل هو الكيتشن ماشين الكامل، والخلاط التاني.
وده هنا طقم المليمين برضو، كانت جايبة 2، حطيت لها واحد في الضلفة دي وحطيت لها واحد في صفاية الاطباق للاستخدام. فوق بقى هنا كان ازاز، كله ازاز، كوبايات عصير وكوبايات للقهوة وكوبايات للشاي. هنا اطقم الصواني، صواني الفرن كلها والكنك ومصافي والبراد. لو انت لسه مكمله الفيديو معايا دوسي لايك، ومش تنسي العروسه كده تدعي لها ربنا يسعدها. وبعتي بقى الفيديو لاصحابك وحبايبك على الواتس وعلى الخاص. هنا بقيت الازاز. بصراحه العرايس في الشرقيه بتوصوا بازاز المطبخ جامد، يعني بيجيبوا حاجات كتيره بصراحه. هنا بقى الحلل الشاورما اللي هي دي هنا فلاحي فوق كده، وهنا اول بالكب كيك وصواني تقديم رفعتها فوق. يعني انتوا عارفين صواني التقديم دي كمان كانوا عايزين يحطوها على الرخامه، قلت لا كده هيبقى اوفر كتير يعني بصراحه. حطيت لها الطقم ده كده بس. هنا كانت الغساله، كانت توشيبا، طقم التوزيع الستانلس والكنك ونصفات اطباق تانية اللي هي البلاستيك اللي على الرخامه. وهنا طقم توابل حطيت لها في برضو كده. بصوا المعالق دي تحفه بصراحه، العروسه جايبه الشنطه دي يعني احلى من الشنطه الكبيره كمان، يعني بصراحه ذوقها موفق في الموضوع ده. هنا بقيت الازاز فوق وتحت. هنا صفيت الاطباق زي ما قلت لكم، هي كانت جايبه طقمين مليمين، حطيت واحد في الضلفه اللي هي الازازه التانية، وواحده هنا في صفيت الاطباق، ومعها كمان كده كوبايات من تحت، كوبايات عصير وكوبايات للشاي والنسكافيه والقهوه والكلام ده كله. هنا كان في كاسات وفوق كمان. ده هنا كان حافظات اللي هي الصغيره دي اللي بتاعت الشاي والقهوه. تحت كده بصوا بقى الصواني الكبيرة والعجان الستانلس وصواني الفرن. هنا كان باسكت الزبالة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، مش تنسونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مش تنسونا كده بدعوة حلوة، وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. وربنا كده يا رب يسعد عروستنا ويهنيها بكل حاجتها، عقبال اولادكم يا رب كده جميعا.